ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم متابعينا الكرام، لازلنا معكم في الأحداث المشوقة من المسلسل الميراث الحلقة 202. تبدأ الحلقة بجويرية تزور يوسف في غرفته وتصفق له وتحييه وتقول له ما هذا الشغل المحترف والأداء الرائع. قالت له اللي قبلك كان أيضا ممثل ولكن ممثل فاشل. فرد على يوسف مبتسما بالعكس، المخرج هو من كان فاشلا. يلتقي فهد بشهد في المقهى وتقول له شهد أنا فشلت في مسألة تأشيرة السفر، فهل راح وجهة نظرك؟ وقالت له قل لهبة أن تسامحني فأنا حاولت. زيد يستغرب من يوسف حيث طرد أخوه طلال من الشركة وطلب منه العودة، وقال ألا أستوعب ما يحدث. خديجة تسأل سحر ما إذا عرفت أي شيء عن الصورة، فقالت سحر إن يوسف ليس شخص أهبل حتى يتحدث لي عن أسراره. فسألنا عن ماذا ستقول لجويرية، فردت سحر أنا فعلت ما طلبت مني بالحرف الواحد، لكن للأسف لم أصل لشيء. فردت خديجة قائلة أنا مش مرتاحة أبدا. إبراهيم يحضر باقة من الورود إلى مكتب عهود ويشكرها عما فعلت معه، وقال لها إنك مختلفة عن الجميع، وشكرها مجددا ورحل. باسل أتى للغداء عند أخته ديما، طلب منه ماجد السكن في غرفة ديما، فرفض باسل وعرض عليه ماجد منصب شغل في الشركة براتب جيد. فتظاهر باسل أنه متفاجئ من القرار، ولكن في الأخير وافق، فانصدم دماغ. جويرية تسأل سحر عن ما إذا كانت عندها أي معلومة عن صاحبة الصورة، فقالت سحر لجويرية أنا عرفت البنت اللي في الصورة، وهي التي سيكتب لها يوسف حصته من الشركة. زيد يسأل يوسف عن طلال لماذا طرده من الشركة، واليوم يطلب منه الرجوع للشغل. فرد عليه يوسف قائلا الضفر ما يطلع من اللحم والدم عمره ما يصير مي. وقال يوسف لزيد لازم أخوك يعتذر من زوجته السابقة التي أهانها أمام الجميع، ويعتذر لها أمام الجميع أيضا، بعدها يرجع لوظيفته، فليس عندي أي مشكل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.